السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في رحلتنا من المغرب إلى مكة بالسمية. خوان هذا الفيديو ما غيكونش طويل بزاف، غنحاول غير نشرح لكم شي حوايج. للاسف اظن كان الرحله غادا توقف هنايا في الحدود ديال تركيا. الناس اللي باقي ما عارفاش والاول خاطر غتفرج فيا، انا محمد مغربي عندي 24 عام، كنطير ما كنحشمش اي تجربه جات كنديرها ما كنخاف غير من الله. فشريت هذا فمشيت للمغرب، شريت هذا الموتور السيميا وقررت نسافر به. كان الجزء الاول من المغرب من خريبكا الى نابولي، ومن بعد من نابولي قررت نكمل من نابولي لمكه بنفس الموتور. فالرحله يعني المجموع ديالها من مكه من المغرب من خريبكا الى مكه بالسميه. الحمد لله دزت 13 دولة، دزت الدول الأوروبية، دزت اليونان، دزت يعني الكثير من الدول. تركيا كاملة، تركيا دوزت فيها دابا راني فيها 21 يوم ولا 25 يوم، 21 يوم وانا فيها. ففي تركيا وصلت للجنوب باش زعما ندوز الدول الاخرين باش نمشي عاوتاني يعني للسعودية. فكانت الحل الاول اللي كان هو من تركيا كاين واحد الباطو تيمشي للبنان، فمشيت عند هذيك الشركه كاينه في الضبط في مدينه مرسين. مشيت عند هذيك الشركات سولتهم، قلت لي ما ودوش نقدر نمشي معاكم، هذه قال لي مرحبا. فالمشكل الوحيد اللي كان معاهم كان انا خاصني الفيزا ناخذها من الامباشاطه يعني من انقره. خاصني نرجع لانقره وعاد باش نجي لميرسين. المهم كان شويه تبرصيط، وعاد باش كاين المشكل اخر السعر يعني انا والموتور 1.5 مليون. اخوان صراحه سعر خيالي يعني فوق القياس، استغلال بمعنى الكلمه. فلهذا قررت نزيد مازال لقدام. وصلت للحدود ديال سوريا ما بين تركيا وسوريا. تما عرفت باللي الحدود ديال سوريا مازال مغلوقه، الاجانب ما يقدروش يدخلوا باي طريقه، ما يقدروش يدخلوا لسوريا من الحدود البريه عبر تركيا. فقررت اش ندير، نكمل عاوتاني الكردستان ولا العراق، فندخل من هنايا. هنايا وصلت كانت عندي الفكره قبل ما نوصل هنايا باش كان المغاربه يقدروا ياخذوا فيزا عند الوصول، بخصوص انا مغربي وما عندي حتى الاقامه في الطاليان. فقلت زعما ناخذ فيزا عند الوصول، الاجهزه غتكون ما غتكونش صعيبه يعني ان شاء الله كلشي غيكون سهل. للاسف صدقت صعيبه ديال بصح. خرجت من الحدود التركيه وصلت للكردستان، منعوني ولو شرحت ليهم كلشي قال لي ما سوقناش، فين ما بغيت تمشي شنو بغيت دير شكون انت ما سوقناش. هنا ما مقبولش، رجع دبر على فيزا وداك الشيء وهذا باش رجع. فرجعت لتركيا، ولكن بقيت هنا على الحدود في هذه المدينه دابا اللي موجود فيها سيلوبي. فحاولت نشارك معاكم نتوما في الانترنت، حاولت نشارك مع الناس في الانستغرام، في التيك توك، في الفيسبوك، في المنصات اللي انا كنحط فيها يعني يوميا. بزاف ديال الناس نصحوني بالفيزا بالاي فيزا كل شنو تقول لي. فجربت ندفع واحد الاي فيزا للعراق من الانترنت. غير هو باش تدفع هاد الاي فيزا خاص ضروري ما يكون عندك وكيل يكون عراقي. ف بزاف ديال الناس هضروا معايا، صدق واحد الدري مغربي تيعرف دري سيد عراقي. المهم هذاك العراقي صيفط لنا الاوراق ديالو، تقيت كان وكيل كلشي، دفعت الفيزا. بقيت كنتسنى من وراها بسيمانه. اليوم جاوبوني 9 شهر 3 2025. اليوم جاوبوني بان الطلب ديالي تم رفضوه لاسباب ما عرفتش. فحاولت نتواصل معاهم نشرح لهم يعني شكون انا، شنو غادي في الرحله، كان مسافر من قبل، كان زاير تبارك الله 46 دوله، ما صابت حتى شي مشكل. حاولت نشرح لهم الكثير من الاشياء، ولكن والو ما بغاوش يسروا. فلهذا العراق نحيدها من بالي، ماشي طريق. فمن وراء العراق الاخوان القضيه صعبت، حيتاش كانت لبنان ما نقدرش نمشي لها حيت 1.5 مليون بزاف. ولو يعني غنقول ماشي مشكل نخلص هاد 1.5 مليون. انا حاليا دابا النفس ديالي نخلص 1.5 مليون بلا حتى شي مشكل. غير هو الفيزا خاصني نرجع لانقره. انقره فيها البرد بعيده، عاد باش حاجه اخرى خاصني نمشي للسفاره ماشي للقنصليه. انا مني كنت في اسطنبول كانت في الفكره ديالي نمشي عندهم نسولهم على حساب على لبنان، يعني مشيت عندهم القنصليه اسطنبول، عندهم الاخوان القنصليه في انقره عندهم السفاره. فانا مشيت للقنصليه قال لي يا ودي حنا راه ما كنعطيوش فيزا المغاربه عندهم ما يحتاجوش فيزا، غير تيوصلوا عند الوصول وخاص يكون معاهم يعني فلوس ولوطيل وداك الشيء وتياخذوا الفيزا عند الوصول. ولكن هذا الكلام على توصل بالطياره. الحدود البريه يكون مختلف، الحدود البريه تكون فيها صداع بزاف. فلهذا من بعد من لبنان لا
من بعد من سوريا لحتيش غالقين السياح، ما كاينش شي طريقه ولا معرفه والو كلشي. من وراها بقات لنا العراق ما خلونيش، يعني ما بغاوش يديروا معايا شي حل. بقى الاخوان الايران فيها صعوبات كثيره باش تدوز بالموتور. كون كنت راسي بجواز مغربي سهله، الايران زوينه، الناس معامله كلشي مزيان، ولكن بالموتور كتصعب. تيخصني واحد الكارني دو باساج. فهاد الكارني دو باساج ما عرفتش المغرب ما تيعطيوش، انا ما عنديش، ما عرفتش يعني ما عنديش كيفاش غندير. كاين واحد الطريقه اللي نقدر نشريه من عند الايران، تخلص عندهم مليون. فهذه شي فكرت فيها، نخلص مليون وندوز مزيانه، تستاهل الايران. غير هو المشكل فين تيكون كان من الايران، من وراء ايران اش من دوله غتجي الامارات. بعدا الحاجه الاولى غنبعد ليا الطريق بزاف، ماشي مشكل الطريق ما نقولوش مشكل، ولكن ملي غادي نوصل الامارات ملي كتدخل ليها بالحدود البريه بالخصوص من الميناء تخصك هذا الكارني دو باساج. يعني هاد الواتي غتخصني نشوف الامارات ما تيبيعوهاش، فلهذا غادا تصعب القضيه وغنصيب راسي مبرزط بحال دابا. فلهذا الايران حتى هي ما كتشوفش فكره. فمن وراء هادو ما عنديش شي طريق اخرى، ما كايناش شي طريق اخرى. كاينه مصر، كاين واحد الباطو تيمشي من تركيا لمصر، حتى هما نفس الشيء نفس الكلام، يعني حتى هما تيخصهم هاد الكارني دو باساج اللي انا اصلا ما عنديش. الاخوان صعابت، حاولت نتسامى مع الدراري. كاين واحد الدراري مغاربه اللي فايتين دايرين هذه الرحله. كاين واحد السيد مغربي واخيلا هو الواحد من القلال اللي دايرين هذه الرحله، هو قدر يدوس، ولكن كان بالمعرفه وكانت مده يعني مشي دابا كان بزاف ديال الوقت قبل، فكان الوضع مختلف. فالاخوان من وراء هذه تسامحت مع واحد السيد اخر حتى هو ولد خويا بغا، كان دار نفس الرحله حتى هو صاب نفس المشاكل اللي صبت انا دارهم هو. غير هو مابقاش يجرب، يعني من يوصل رفضوه كل شيء. رجع لاسطنبول، حط الموتور، شد الطياره مشى للسعوديه، دار العمره ديالو، عاد شد الطياره مره اخرى لتركيا وخد الموتور ديالو ورجع للمغرب. غنظن الحل الجيد ولا الحل الوحيد هو هذا. غنخلي الموتور هنايا بز مني، غنخليه في تركيا وغناخذ الطياره غنطلع لمكه، غندير العمره ديالي ان شاء الله، نجلس شويه في السعوديه نزورها، وعاد باش غنرجع مره اخرى ناخذ الموتور. المهم ما عرفتش شنو غيوقع من هنا قدام، القدر بشويه. فللاسف الرحله غادا توقف هنايا بالنسبه للسيميا. انا غادي نكمل ان شاء الله. تقدروا تشوفوني زعما كنحاول نضحك معكم كل شيء، ولكن هي فيها خير، ولكن النفسيه شويه يعني شويه هابطه، يعني ماشي نفسيه شويه هابطه، ولكن صراحه الحمد لله على كل شيء. ما عارف علاش. تشوف نمشاكم الله كل شيء، تشوف نمشاكم الله عاد باش انا كنامل بالقدر. فالحمد لله ماشي مشكل، ما يبقاش فيه الحال، لا على 9000 كيلومتر اللي ضربت، لا على 3000 كيلومتر اللي مرت شحال يعني غير هنايا في تركيا، لكن فيها خير. زرت مناطق زوينين، تلاقيت مع بزاف ديال الناس مزيانين وتجارب مزيانين، يعني هذه التجربه ما عمري ما غنساها في حياتي. غير هو حاجه ان شاء الله من هنا لقدام الاخوان ما عرفش امتى نهار غنقدر ناخذ الفيزا ديال العراق، نهار غيوليو يعطيو للمغاربه فيزا سياحيه، غادي نرجعوا ان شاء الله ونديروا نفس الرحله من المغرب حتى لمكه ان شاء الله. وتيقوني بنفس الموتور بنفس البلاكه، بقاو عاقلين عليها، ماشي غنقول لكم السيميه فقط، بنفس البلاكه هذيك 2-6-4-2. فما عارفش من هنا العامين، من هنا 5 سنين فيما ولا نهار غناخذ شي جواز يعني ديال الدول اخرين غندير نفس الرحله ان شاء الله، وان شاء الله يكون خير. وغنقول لكم شكرا بزاف تابعتوا الرحله. رحله يعني غنبقى ديما نشارك معكم الفيديوهات. غنكمل راسي يعني الفيديوهات ما غيكونش فيها الموتور. وحاجه اخرى غادي نمشي ندير واقيلا اخر تجربه، كان من هنايا غنمشي لواحد المدينه اخرى سمعت سميتها اسكندرو ولا شي حاجه بحال هكاك، المهم بعيده شي 800 كيلومتر من البلاصه اللي فيها، فغادي نمشي تما. اخوان هذا الحل الاخير، فغنسول على الباطو واش نقدر نصيفط الموتور ديالي من تما للسعوديه. فإلا كنت نقدر من تما ناخذ الباطو نصيفط مثلا غير الموتور راسو غادي نديرها ان شاء الله، يعني غنحاول ندير المستحيل. فإلا ما صبتش غنحط الموتور في شي بلاصه، نخليه عند شي حد، وغناخذ طياره راسي وغادي نمشي راسي ونخلي الموتور هنا في تركيا. فالاخوان شكرا بزاف، والله شكرا بزاف على كل شيء يعني اللي درتو معايا،
ولو ما كتبش لينا الحمد لله فالحمد لله على كل شيء. عاد باش الاخوان بهذا الموتور ان شاء الله الرحله راه مازال طويله. الفكره ديالي اشنو كانت غادي نوصل لمكه ان شاء الله، نجلس ندير العمره، نشوف المناطق في السعوديه بالموتور ديالي، ومن وراها ندير من مكه للقطب الشمالي في النرويج بهذا الموتور، وعاد باش من القطب الشمالي نبدا هابط للمغرب، ومن المغرب نمشي عاوتاني للقطب الجنوبي يعني جنوب افريقيا. رحله طويله بزاف، فالحمد لله ما كتبش لينا نديروها بهذه الطريقه، ولكن ان شاء الله غيكتب لينا نديروها بطريقه اخرى. فالاخوان غنبدا نعاود لكم على هذه الرحله، غنعطيكم غير جزء منها دابا. كان ان شاء الله مستقبليا ان شاء الله في هذا العام راه انا باغي ندير هذه الرحله من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي. هذه الرحله ما مأكدش واش غنديرها بهذا الموتور، واش غنبدل الموتور كبير، واش غناخذ 60 يوم مختلف، واش غناخذ 50. فان شاء الله انا غادي ناوي نديرها بالموتور، باش من الموتور ما عرفش، لكن ان شاء الله نديروها ونعيشوها كاملين مع بعض. فالاخوان نبغي نقول لكم والله شكرا بزاف على الدعم ديالكم على كل شيء. فالفيديوهات الجايين ان شاء الله غنحاول نشارك معكم اشنو غادي ندير. اما غادي ناخذوا الطياره ونمشيو لمكه، اما غادي نصيفطوا الموتور من هنايا الى السعوديه. بسلامه.